الهدوء مطلوب يا سيدي. الهدوء لو سمحت مطلوب. الأستاذ أبو العلا ويحضر معه الأستاذ النقيب العام الأستاذ سيد عاشور، الأستاذ نقيب محامي شمال القاهرة الأستاذ محمد عثمان، وينضم إليهم أعضاء مجلس شمال القاهرة والسادة المحامون الحضور وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس نقابة الجنوب وبقية الأعضاء من مجالس النقابات الفرعية ونقابة الجنس. استاذ خالد جاي من النقابه. يا جماعه بس صوت يا اساتذه بعد نسمع صوت يا اساتذه. وسوف يكون خطوكم باذن الله هو الحكم الذي يصوب الطريق وينير الطريق امام كل الذين يستفيدون وينهلون من احكامكم ومن مركز دراساتكم. انا احترت في توصيف هذه القضيه، ولعلك وانت تتحدث عن النسخ وانا اقول انه السلخ وليس نسخ. النسخ ان تنسخ جزء من القضيه او القضيه لتقدمها امام دائره اخرى في موضوع اخر. اما السلخ فهو ان تنتزع من القضيه ما تريد، وان ترتب في القضيه ما تريد، وان تصنع في القضيه ما تشاء. ده اللي حصل في قضيه ابو العلا. انا الاول الازمه دي ازمه شرطه في اسم مدينه نصر، انكبوا على محامي هرسوه، راح مجلس النقابه يتدخل اعتدوا عليه. الشرطه المصريه لاول مره وزير الداخليه ينزل اعتذار علني في الاذاعه وفي التلفزيون. انا عايز اسمعه لحضراتكم قبل ما اتكلم. لا انا هقدمه في السي دي، بس انا عايز لانه مهم جدا في مساعدتي. انا عارف اللي معاه الموبايل اللي بيصور. ممنوع يا جماعه بعد اذنكم. نسمع يا اساتذه. لا انا هسمعه بس لا انا ما هو ده اصل الموضوع. انا عندما تقدم الشرطه على الاعتذار عن خطأ لا يمكن لاحد ان يحول هذا الخطأ الى مجني عليه. ده المدخل. وزاره الداخليه على احداث اسم مدينه نصر. استاذن حضراتكم في ان احنا نقول صرح مصدر امني في الوزاره بانه بالنسبه لواقع التشاجر المحامي محمد عبد العزيز محمود سلامه مع مندوب الشرطه سامي محمد سعد والمعلن خدمه تامين حجز اسم شرطه اول مدينه نصر لرغبه المحامي المذكور زياره احد المتهمين المحجوزين بالقسم على ذمه احدى القضايا وما اسفرت عنه الواقع من تصاعد الاحداث والتداعيات، فان الوزاره تاسف لما حدث وتؤكد العلاقه الوطيده بين رجال الشرطه وزملائهم المحامين. ورغم تولي النيابه العامه التحقيق فقد اصدر السيد وزير الداخليه في حينه قرارا بتكليف قطاع التفتيش والرقابه بالوزاره باجراء تحقيقات عاجله مع المسؤولين بالقسم لتحديد المسؤوليات الاداريه والاشرافيه والمحاسبه الرادعه الفوريه لاي اخطاء او تجاوزات في ما تسفر عنه التحقيقات، وذلك في خلال 48
ساعة. وفي إطار الروابط الوثيقة التي طلبت بين السادة المحامين وهيئة الشرطة، فإن الوزارة تناشدهم الهدوء انتظارا لنتائج التحقيقات. نتمنى أن المسألة تهدى وتتوقف عند هذا الحد وما تتصاعدش. احنا توقفنا عند هذا الحد، لكن للأسف الشديد الشرطة المصرية كعادتها لم تستفد من الدرس، درس 25 يناير، وظلوا على مسلكهم وظلوا على طريقتهم في التعامل مع البشر ومع القطاع المدني. هم ضعفاء أمام العنف والإرهاب والتضحية، لكن أقوياء على المدنيين، على العزل، على الذين لا يملكون إلا الورقة والقلم. القضية دي حضراتكم أنا بتشرف لتقديم ما قدم من أخبار حوالين هذه الحادثة التي تثبت خطأ الشرطة المصرية واعتذار الشرطة المصرية وإدانة الشرطة المصرية على تعديها على المحامين في بلاد مصر. دي الحوافز اللي جت من جريدة الوفد ومن الأهرام والسي دي المتعلق بالذي استمعتم إليه الآن، وبصحف أخرى وأخبار اليوم وأخبار المال. كل دول اتكلموا عن حادثة الاعتداء على المحامي، بالإضافة إلى اعتذار جديد. بالظبط يا فندم. وده كان بياننا احنا اللي قررنا فيه إن احنا مش هنأيد حد من الشرطة في الحرب نتيجة ما حدث من اعتداء كنقابة. أبو العلا رغم بسطة جسمه إلا إنه أول واحد تم نقله للمستشفى من قسم مدينة نصر. يعني الأول الذي نقل بسيارة إسعاف باستغاثة بالنيابة واستغاثة بمدير أمن القاهرة واستغاثة بوزير الداخلية ليمكنوا سيارة الإسعاف عشان تدخل تنقله للمستشفى ليلة أو يوم أو مساء 6/7. وآدي حضراتكم شهادة في دخوله مستشفى حسبه في ذات التاريخ وفي ذات التوقيت لما حدث له من سيادة الرئيس. أنا هبدأ عشان أقول لحضراتكم الفرق بين السلخ والنفخ. ده جواب من المحامي العام الأول المستشار مصطفى خاطر بيخاطب فيه رئيس نيابة مدينة نصر في يوم 24 مايو 2014 بعد الحادثة بسنتين. بيقول له سؤال كل من محمد عز الدين عبد السلام، نصر الدين محمود علي. ثانيا استجواب المتهم ابو العلا مكي عما هو منسوب اليه من الاتهام. لغايه مايو 2014 بخطاب السيد المستشار المحامي العام الاول ما كانش ابو العلا اتسال ولا وجه باتهامه بالاعتداء على الضابط. ايه اللي حصل؟ القضيه دي ليها اصل هو بلاغ المحامين وبلاغ النقابه الذي تم التحقيق فيه. من ضمن من استمعت النيابه لاقوالهم كمجني عليهم وكمتهمين بشكل عام في العركه ابو العلا. فجابوا التحقيق اللي اتعمل في بلاغنا وخدوه قطعوه من صفحه 10 لصفحه 15 من غير تاريخ، وحطوا بعد جواب المحامي العام وبعد استدعاء عز الدين ونصر الدين، ويبقوا كده استوفوا سؤال المتهم ومواجهته بالجريمه. لم يسال عشان نقول المنطق. اولا التاريخ اللي تم استجواب ابو العلا فيه ايوه فعلا كان في 2012 وايوه كان في شهر 7، لكن بشان بلاغ ابو العلا وبلاغ النقابه ضد الشرطه. وما كانش ساعتها احمد اسمه ايه كشك ده ولا احمد مش عارف مين ولا الشاذلي ده ما كانش اصلا مواجهه اتهام لابو العلا، ولذلك المحقق ما قالوش انت متهم بالاعتداء على فلان الفلاني، ولا قال له انت متهم
بالتحريض على الاعتداء على فلان الفلاني، ما قالوش. الاستجواب الذي قدم في الاوراق لا علاقه له بالاوراق. منتزع مسلوخ. رغم خطاب المحامي العام ورغم تكليف المحامي العام. اهو يا فندم، اهو صوره اهو. لا يا فندم، طب انا بتشرف بتقديم صوره وبطلب ضم اصل الخطاب. صورة ضوئية من خطابات المحامي العام الأول بتاريخ 24/5/2014 وطالب بضم أصل الخطاب. وما دمنا هنتحدث عن ضم اوراق، يبقى نضم دفتر احوال قسم شرطه مدينه نصر اي ايام 5 و6 و7، ودفتر احوال مديريه الامن الشهر والسنه 2012 تاريخ الواقع، ودفتر احوال مديريه امن القاهره، ودفتر احوال قوات الامن عن ذات التاريخ وذات المكان، عشان نعرف الضابط ده كان فين. الضابط ده اصلا بيمثله انه تم الاعتداء عليه، وللاسف الشديد حضراتكم عندنا اتنين ما نعرفش هم منين اصلا. واحد اسمه عز الدين وواحد اسمه نصر الدين، ومش عارف علاقه الدين بالاتنين ايه، لكن تصادف ان اسمهم كده الاتنين. واحد رئيس لجنه المظالم بحقوق الانسان، لا في حقوق انسان ولا في مظالم ولا في رئيس. والتاني قال انا كنت بتمشى. الاول قال انا شفت الضابط وهو واقف قدام الاسم لابس البدله الميري واعتدوا عليه الناس. التاني قال في ذات التوقيت عن ذات الضابط انا شفت الضابط وسط حشد المحامين وكان لابس ملك. الاثنين شافوه بصور مختلفه. احنا طالبين ضم اوراق الجمعيه اللي هي جمعيه رد المظالم لحقوق الانسان. تقدم لنا النيابه اللي قبلت واستساغت ان واحد يروح يبلغ لا هو بيه ولا هو قاضي. ايوه يا فندم، ما انا بطلع. لا انا بوضح. ما انا عشان كده بتكلم على جدواها. ليه؟ لانه النيابه لما قبلت هذه المستندات او قبلت هذا البلاغ لم تتحقق من صفه الناس دي. انا افهم ان اللي قدم البلاغ ده قاضي، مستشار، وزير، رئيس جمهوريه، انما مواطن عادي يكتب مذكره ويقول وقدم سيادته مذكره وتعتمد على وتجري تحقيقات الشرطه وتقدم للنيابه وتجري ورا الدنيا لغايه ما عبد العال يتقدم بورقه بهذا الكلام، ورقه لحمه يتقدم فيها اسمه. ده اللي احنا عايزين نضمه عشان نعرف حقيقه الجمعيه دي، وعز الدين ده مين ونصر الدين ده مين، علشان نقدر نتحدث. احنا مصممين مبدئيا على ضم خطاب السيد المستشار المحامي العام الاول المقدم صورته، 2 دفتر احوال قسم الشرطه، 3 دفتر احوال قسم مدير الامن والتعزيز، الدفتر احوال قوات الامن. تمام. المشهرة برقم كذا، الجمعية المشهرة المشهرة برقم 8534. لجنة رد المظالم لقينا المشهرة برقم، خلاص اخر طلب مش هنطلب حاجة تاني، 8534 على النحو مبين بالاوراق. قدم الورقه بس لا ولا عزيز. تأمين ده تأمين الموبايل ده بتاعك فين التليفون التاني؟
عايزين يجوا يظبطوا اقوالهم هنا. ليه ما يجوا هنا بتاع؟ انتوا قدامكم يجوا اقوالهم نشوف، احنا مش يجوا عايزينهم. نشوفهم. يلا 20/4 يلا. ماشي. سعيد. ماشي.